اللهم صل وزد وسلم وبارك على هادي رسول الله. الحقيقه ربنا بيدلني ام ميسه ملت ازازه فيها ميه، طبعا مش ميه بملح، دي ميه تبع توكيلات تبع الساحل. وعملت نفسها عندنا الحته التانية ام محمد بتحط علبه كده للقطط. فراحت ام ميسه قالت للبت املي العلبه دي بسرعه. طبعا بتكسب وقت قبل ما ام محمد تفتح الشباك. ام محمد طلعت على الصوت وراحت رشه تحت ال- البلكونه. يبقى هي كده ضمنت ان هي رشه الميه في اتجاهين بعرض الشارع لحد اي حد عدى، خصوصا احنا المقصودين اللي هي بتبقى رابطه الشارع كله. ربنا يستر، بس الواحد اما يعدي ما يتلزقش او ما يتعملش يتعب من المية دي، لان الواحد طبعا ده سحر مرشوش، مش حتة مية بملح اللي بيرش قدامه، لكن دي رشة بعرض الحائط زي ما بنقوله بعرض الشارع. طبعا انا بس عشان الصوت حقوق النشر والطبع، فهنا بقى قاعدة الناس بقى مندمجين في الفرح والعفش بتاع بيت شاوي. اهي قالت للبنت اهي حطي ميه هنا للقطه، وراحت طالعه بسرعه عشان الشارع بقى ملهي فايه محدش ياخد باله. وهي طبعا ماليه الازازه قاعده بتنقط اهي، وهي كل اهمها ان انا اشوفها اهي. شايفين يا جماعه اهي. طبعا بتعب قوي في الحركات دي، لان حركات شايفين الميه راحت كبه الميه التانية. في الوقت ده بقى ام محمد كانت لسه بتفتح الشباك. ازيك يا وليه عامله ايه؟ ربنا يديم على الناس الافراح. ادي الميه اهي، وقلنا مش ميه بملح، دي واحده بتتعامل مع ساحر. وادي الميه في علبه كده او طاجن او بتاع فخار زي اللي بنعمله دس فيه محطوط هنا. ام محمد بتحط فيه للقطط، واخدين بالكم اهو. يبقى الميه كده يمين وشمال، يبقى بعرض الحائط بعرض الشارع اما اي حد يعدي. زي ما بقول ان لو ده سحر مرشوش بيأذيني، انا ما بشوف الحركات دي بتعب ليه؟ لان انا تعبانه، وشفنا قبل كده حالات المس والحالات بتاعه القرائن. فالحركه دي كده زي ما قلت انا بقالي سنين بثبت الحاجات دي، زي ما هي عملت بردك رشه ميه قبل العفش. فالحركات دي كلها شايفين بص على مين؟ طبعا هي كل بصتها عليا انا عشان عارفه ان انا براقب، وربنا بيكشف الحركات دي بعد السنين دي كلها. شايفين ده مش ميه يا جماعه، ميه طبعا هي خلت البت اللي اسمها نغم اهي تملى كانها يعني ميه للقطط. طب ما انتي عمرك ما مليتيها، واخدين بالكم اهو. واقفه طبعا على اعصابها وعامله نفسها ان هي بتتفرج ايه بتسلي نفسها. بذمتكم ودينكم وإيمانكم حد بيعمل كده كحياة عادية؟ رخرة واقفة زي الأسد ليه ضايقة سكة السحر وعرفته من 26 سنة. أنا ما يلزمنيش كل الكلام ده طالما لو ما كانتش أذتني، أذت اخواتي، أذت البيت اللي احنا فيه. شفنا أعراض السحر المرشوش، طبعا عملت أنا كذا فيديو عنه. طلاق خراب هنا واقفة بتغلي بقى عشان عايزة أي عيل، ندت للعيال بس محدش سامعها، أنا شايفاها. فبحسبها ان هي ساعات بتودي ازازة اللبن او علبة اللبن لجارتها. ولكن يا جماعة الموضوع مش حتة ان هي بتدي لبن لجارتها بترش ومستحلية. طبعا طول عمرها في الجوازات كلها كنا نقوموا، بس بقى كنا ملهيين، ما كانش في ستارة، ما كان في طعم ماما. نقوم نلاقوا ميه مكبوبه. حتى ابو عبده بيقول لعم حسن ام ميسه كل شويه تكب الاكياس اللي فيها قش. قال له لا يا عم، قال له لا انا شايفها كذا مره هي اللي بتكب الناحيه دي، لان الناحيه التانية معروف ان محدش بيكب. قال لك الجهه التانية، الجهه دي ام ميسه اللي كبه. وقبل كده زعقت لها كام مره وقالت خلاص مش هكب هنا، بترجع تكب تاني.
خدت بالكم؟ فابو عبده برضك بيجمع الايه الخيوط. فهمتوا؟ كل ده تدبير، وكل ربنا يقلبه عليكي بحق النار اللي انا فيها والعذاب والتعب يا رب، بحق الساعة الفضيلة عندك يوم الجمعة قبل ساعة المغرب. تمام، تجيب لي حق منها ويتقلب السحر ده عليها بالمرض والتعب والهمدان والبهتان والدمار والخراب البيوت، لانك انت ما بتعمليش لاحفادك وعيالك، انت بتقلبي السحر علينا. حياة البيت كلها متدمرة ب360 درجة. شايفين البصة عاملة ازاي؟ بصة الشماتة. ابني اما جه بيقول لي اعوذ بالله من غضب الله، هي بتبص البصة دي كده ليه؟ اهي. كل ده كيد، كل ده غيظ، كل ده حقد، كل ده غل. اعوذ بالله من غضب الله. اتقي الله في عظم التربة. اتقي الله في النار اللي فيك. كفاية العقد والحجاب ودمرت البيت. واللي ام شيماء اللي جنبنا اللي بنتها تتخطب وتتساب دي رخرة، وبتقول ام ميسة معدياها وكرهاها، والبت شاكه ان هي مش طبيعية برضك. بيقعدوا يشوفوا اصوات كده وكلها مكاتيب واقدار، لكن ام ميسة اتعاركت معاها من زمان عشان كانت ضربت ميسة بنتها وجت خدت منها اللبس، نفس اللي عملته معانا. وبعد كده قطعتها، وكانت بتقول لماما عليها ده عينيها زي السم، ده حسادة، ده بتحقد، ده غبية، ده. الموضوع يا جماعة ليه طلاسم، مش مية. كلنا بنرش مية بملح. احنا اكتر بيت الشيوخ قالوا رش مية بملح، اتهرى مية بملح. لكن شوفوا، يعني معقولة أنا يعني أنا بقول يا رب خيب ظني، أنت اللي عايشة في وهم، أنت اللي بتأفوري، لكن إزاي كده؟ اللي يشوفها عملت حاجة نفذت الجريمة. بس أياميها بقى كانت ساعات بترش بترش يعني بالليل، يعني مثلا حد مننا ما يخرجش بقى، تضمن ان احنا قافلين زي ما بتقعد كده هوريكم بردك بعض الصور اهي. هنا في افراح ربنا يتم على الناس الفرح. الناس طبعا طالما ما عملتش فيك حاجه ولا يعني انا بنشر بس عشان اسجل اليوم ان كان يوم عفش بنت شهاوي او بنت السعدني، نفس يوم حنة بنت لولو، يوم العفش بتاع بنت او حفيدة ام ميسة. فالشارع من النصيتين الواحد يعني بيسجل الحاجات دي كلها. واخدين بالكم اهو؟ هنا محدش يقول لي ان اللي هي رشاه في الارض ده الحاجات اللي هي الترتب اللي العيال بتحبها، لا، دي طلاسم مع الساحر، بينضاف معاها شوية اعشاب وملح وحاجات وتبقى طلاسم. حسبنا الله ونعم الوكيل فيك.